يعني احنا كل يوم نشوف شيء جديد على منصة تيك توك بيبهرنا أكثر وأكثر، يعني عم نشوف مواهب غنى، رقص، طبخ، تمثيل، حتى تصوير بنشوف. بس إنك تشوف رجال 50 العمر عم يكسر أرقام قياسية بتناول خروف كامل بيوزن 15 كيلوغرام بنص ساعة، هيدا الشيء عن جد جديد. كان عندنا وردة وفتح يعني اكيد احنا مش بنحسد يعني، بس احنا بنتكلم دلوقتي عن الجزائري المعروف بسليم الأكول. سليم كل حوالي 15 كيلو زي ما قلنا، كيلوغرام في نص ساعة، والنهارده بيستعد عشان ان هو ياكل جمل في اقل من ساعه عشان يوصل لتحقيق او بالتحدي ده، يعني ان هو يكسر ارقام قياسيه كبيره جدا جدا. اللي صار هو انه سليم نشر فيديو على صفحته على تيك توك وحقق ملايين المشاهدات عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وكثير ناس انبهرت بقدرته، يعني انه ياكل خروف كامل باقل من. انت اكتر وجبه اكلتيها كانت ايه؟ فاكره؟ صراحه لا، ما فيك تقول لي هيك، يعني انا يعني الخروف ده ممكن تخلصيه على قد ايه؟ الفرخه ممكن تخلصيها قد الدجاجه دي؟ انه انا باخذ فخده الدجاج، فختين الدجاج خلص تكون وصلت ماكسيموم، خلاص كفايه. فختين الدجاج ماكسيموم. الخروف ده بالنسبه لك عايز فرح؟ ايه حسب قد ايه جوعانه، حتى كمان اذا رمضان يمكن ممكن تاكل خروف؟ لا اكيد لا. يعني عايزين نقول ان هو يا جماعه بيمارس الهوايه دي من 1999، يعني بقاله زمن، يعني الراجل زياده عن 25 سنه ومعروف على صفحته باكل كميات كبيره قوي من الطعام. كمان اكد ان في تحدي اكل خروف روماني اللي هو بيعتبر الاول من نوعه في الجزائر، وسابقه كمان ليه. بالضبط، يعني هو قال انه حانجز تحدي تاني الاسبوع الجاي وحياكل خروف من 30 كيلوغرام بظرف ساعه، وكمان بينوي انه ياكل جمل كامل باقل من 50 دقيقه، وحوت تونه من القنطار. حوت تونه؟ ليه؟ حوت سمك التونه، يعني حوت بالجزائري يعني سمك. السؤال هو ليه؟ هو تحدي، بس هو الفكره كلها هو الاكل ده بيروح فين؟ يعني معلش السؤال يعني ليه اللي احنا بنشوفه في الفيديو ده؟ شوف هلا يعني هو قال انه عم يشارك بمسابقات على مستوى بلدان كثيره، في كمان من البلدان اللي شارك فيها المغرب، تونس نافس ناس ثانيه، صح؟ ايه بالضبط، يعني نافس ناس ثانيه، بس الموضوع له اضرار، يعني احنا عم نشوف كميات، عم نشوف انفلونسرز في الموضوع ده قبل كده، عم بيطلعوا عم بياكلوا كميات كثير كبيره، واكيد هذا الشيء فيه اضرار على صحتهم، بس هو لا يعاني من اي ضرر ولا شيء، يعني ما شاء الله ما شاء الله، عشان بس ما نحسدش. وقال كمان انه بيعمل تحاليل طبيه عند الدكاتره بشكل دوري، وان هو ما بيعانيش من اي مشكله صحيه ولا مزمنه. طب ليه كل ده؟ هدفه ايه؟ ليه؟ شو الهدف؟ ليه؟ يعني عايز يبقى الاول عالميا، يعني قال الارقام اللي هو انجزها لحد دلوقتي ارقام كويسه، لكن ان هو عايز يعمل اكتر من كده، وزي ما قلنا بيحضر ان هو ياكل جمل في اقل من ساعه، يعني 50 دقيقه كده، جمل في 50 دقيقه. شو بنقول له؟ صحه وهنا. بألف هنا، بس عزمنا معاك يعني. اي فرده كده، اي حته، احنا مش هنكلفك حاجه، يعني حاجه صغيره. بألف هنا، ولو انت شايف فعلا اللي انت بتعمله ده صح اعمله، بس اهم حاجه يا جماعه انتوا ما تقلدوش الناس دي، لان كل واحد فينا عنده قدره جسمانيه يتقبل الحاجه اللي داخلاله، مش كل الناس زي بعض، ف don't try this. بالظبط 100%. برافو.